دراسة والمصادقة على مشاريع القوانين ذات الصلة. سيداتي سادتي، إن الصرح الدستوري الذي التزمنا بتجديده معا تلبية لمتطلبات مجتمعنا والقيم العالمية والذي ناديت به عدة مرات في مناسبات مختلفة، يجب أن يكون في مستوى طموحات أمتنا أمة عتيدة مهيبة وفية لأصولها ومتفتحة على الحداثة. لذلك وبالنظر إلى أهمية الأحكام الجديدة المدرجة في هذا التعديل، لا سيما تلك التي سيتم تنفيذها في مراحل مستقبلية، فقد قررت بصفتي حامي الدستور استحداث خلية متابعة لدى رئيس الجمهورية تكون مهمتها الأساسية السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام في الآجال المحددة وإبلاغي بذلك بشكل منتظم. سيداتي سادتي، تجري المتغيرات العالمية بإيقاع متسارع في مطلع هذه الألفية الثالثة، وبما أن بلادنا لم تبقى على هامش هذه المتغيرات التي لا رجعة عنها، فقد واصلت جهودها من أجل استكمال المسار الديمقراطي الذي باشرته منذ سنوات. ولذلك يستوجب على وطننا الانخراط بقوة وعزم في اتجاه مجرى التاريخ. وهنا ينبغي العمل ليس فقط على تلبية متطلبات الساعة، بل أيضا لكي يعكس ذلك الطموحات المشروعة لشعبنا.